شفتك متحمس واجي نقول لك قبل ما تبدا تندمج مع هاد القصه. بغيت نقول لك بلي راها حقيقيه، ولكن انت ما عندك منها الشغف حيت ما كتخدمش بحالي ياك. الساعه كانت 2 ديال الليل والنعاس صافي بدا كيغلبني، على قررت نخلي الجثه اللي راني خدام فيها دابا فوق هاد الطبله ديال التشريح وندخل نعس حتى الغدا فاش نفيق ونكمل. وداكشي اللي درت، لحت الموس الطبي حتى الجثه في الطبله ودخلت لبيتي ونعست. ولكن ما طولتش في راحتي حتى فقت على غوته مجيده اللي هزات الشقه كلها. نط مخلوع وجلست على جنب سريري وانا ما قادرش نوض ونخرج نشوف شنو واقع، وما عارف حتى منين تكون جات هاد الغوته. ومازال ما كملت حتى التفكير ديالي، سمعت صوت ديال خطوات وشي حد تيتمشى في الشقه، وانا من المفترض نكون عايش بوحدي. ما درت والو في الاول وقلت يمكن غير كنتخيل، ولكن الحركه اللي برا زادت بحال شي واحد تيجري قدام بيتي. غديت راسي بالمنطقه وبقيت مخرج عينيا وكنراقب شنو غيوقع، وخايف نتحرك وندير شي صوت اللي يخلي هادشي اللي برا يجي يكتشف بلاصتي. الاصوات بداو تيكسروا وبدا الدقان في الباب بطريقه كتخلع. بقيت نبلوكي بلاصتي والجهل اللي كان برا بدا كيرتفع والدقان حتى هو، وبديت كنسمع النفس ديال شي واحد قدام الباب. وهاد الاصوات كلهم بداو كيرتفعوا، ووسط هاد الروينه كلها الصوت ديال دقه قلبي اللي بغى يخرج من بلاصتو فارض الوجود ديالو. دازو شي ثواني وداك النفس كيتزاد حتى ولا بحال الزمجره ديال شي حيوان مفترس، وبديت كنشوف الخيال في الشقه ديال الباب. غوته واحده اخرى زعزعات الشقه، ولكن هاد الغوته كانت ديالي، وانا كنشوف البواني ديال الباب تيدور والباب تيتحل بشويه باش يدير صوت ديال صرير مزعج تيضر الودنين. تخشبت براسي وانا مبلوكي عينيا على الباب تنسين هذا اللي غيدخل، ولكن ما دخل حتى واحد. وهادشي اللي خلاني اكثر حيت شفت بزاف ديال الظلال والخيالات كيتحركوا بسرعه كبيره قدام الباب. كنشوف خيالاتهم وكنسمع غواتهم المرتفع، ومع كل ثانيه كدوز عليا كنموت من الرعب. دازو لحظات حسيت بهم سنوات وقررت اخيرا نحل فمي ونهضر وانا نقول شكون تما؟ كيف ما بغى يكون النوع ديالك جاوبني، انا ما خايفش منك، قول لي شنو بغيتي مني. غير قلت الكلمات ديالي هما يسكتوا جميع الاصوات، وبقى الصوت الوحيد المنتشر في الدار هو الصوت ديال ضربات قلبي والصوت ديال الخطوات جايين من برا بالضبط من الصاله. وبدا الصوت تيقرب حتى وصل للباب ديال بيتي وهو يتسد الباب مجهد، وانا نقص من بلاصتي ويلاه بغيت نوض نسد الباب بالساروت وانا نحس بالخطوات ولاو وسط البيت. ما سمعتهمش ولكن حسيت بهم. الانفاس ديالو الحاره قاسوا لي وجهي وبقيت هكا لشي لحظات عرقان وما قادرش نسد عيني. وعلى غفله مني بدا الضو كيتقطع وكيرجع، وانا حسيت بجفون ديال عينيا كيرجفوا. وعاوتاني على غفله رجع الضو ولكن ضعيف باش يضوي لي على ديك الجثه اللي كنت خدام عليها، وكتشوف فيا بلونها الشاحب وعينيها الحمرين بالدم. وانا ما قدرتش نشد راسي وانا نبدا نغوت غوتات عاليين بين ما الجثه زيرات لي على يدي جراتني حتى الطبله فين كنت خدام على هاد الجثه هادي بالضبط. نعستني تما وبقات كتشوف فيا وانا ما قادرش نتحرك واخا ما كاين حتى حاجه منعاني. وهاد الجثه براسها كي دارت حتى تحركات وانا شقيت كرشه وخديت قلبها والبنكرياس والكبده والكليتين، وكان باقي ليا غير الريه بوحدها. وقلت حتى نفيق باش ما نقطعهاش بالغلط. قطعت الجثه السيلان ديال الافكار ديالي فاش تحركت شي السكين الطبي باش خدام، ولكن بلاصه ما تهز الموس تدوبل، نسخه هزاتها الجثه ونسخه بقات بلاصتها. وفي لحظه بانوا الجثه ديال جميع الضحايا ديالي ومشاو الموس وهزوا كلهم نسخه بين ما الاصلي بقى تما. وبداو تيقربوا مني وانا كنغوت باقصى ما عندي ولكن والو، وبداو كيقطعوا فيا بشويه بلا رحمه، وانا نبدا نتفكر كل واحد فيهم وانا تنقتلو بلا رحمه باش ناخذ الاعضاء ديالو ونبيعهم للتجار ديال الاعضاء مقابل شويه ديال الفلوس. تفكرتهم هما بلاصتي تيغوتوا باش نرحمهم، ولكن انا مستمتع بالغوات وما خايفش لا يسمعهم شي واحد حيت انا ساكن في منطقه نائيه، وانا نفهم باللي هما عمرهم ما يرحموني ولا غادي نبقى فيهم حتى انا عمرني رحمتهم ولا بقاو فيا. كل واحد فيهم جاي الهدف محدد وهو انتقام مني. وفي كل طرف في الجسم ديالي كاين واحد شاد مصطبي بحال ديالي وتيخرج ليا في اعضائي، وانا حاس بكل شيء وتنسين شي واحد يطعن ليا في قلبي ونموت باش نرتاح من هاد الجحيم. وفجاه لمحتو من بعيد جاي وسط الجثث حتى وصل عند الجثه الاولى اللي كنت خدام فيها البارح، وهي تمسح ليها على راسو وشيرت ليه على الموس الطبي ديالي. هو توجه ليه وهزو، ولكن هاد المره هادي ما هزش نسخه من الموس، لا هز الموس الاصلي. دابا عاد فهمت غادي يقتلني هو ولدي اللي قتلته بدم بارد، ولكن واخا هكا كان فرحان حيت غنرتاح من هاد الجحيم اللي كنت عايش فيه. هو يخشى لي الموس في قلبي ومشى حطو فين لقاه حدا يدي بالضبط، ومشى مع باقي الجثث وهما تيضحكوا حتى سالاو المهمه ديالهم، وانا فارقت الحياه وانا حال الجسد ديالي بالموس ديالي وطعنت قلبي. وهكا سالت القصه ديالي بجثه ديال قاتل متسلسل قتل راسو بسلاحه بنفس الطريقه اللي قتل بها ولده وبزاف ديال الضحايا الاخرين.